السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هعمل معاكم النهارده البطاطا المشويه، بس مش في الفرن البوتاجاز، على عين البوتاجاز من بره. حاجه كده موفره واقتصاديه وسهله وتتعمل في اقل من 10 دقايق، مش هتاخد معانا وقت خالص. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على الرسول، وهنبدا مع بعض الوصفه. هنا انا جبت 2 كيلو بطاطا وغسلتهم كويس، وعملتهم كده بالمقشرة علشان لو فيها اي طينة ولا اي حاجة، وصفيتها كويس جدا. وهنا هجيب حلة فاضية، واحط في قاع الحلة هنا ورقة زبدة، بحيث ان البطاطا ما تلزقش في قاع الحلة ولا تتلسع، وتستفادي منها كلها ما يحصلهاش حاجة. هنبتدي هنا نرص البطاطا بتاعتنا. انا جايباها يا حبايبي حجم وسط، مش جايباها كبيره قوي، يعني بما اننا لسه في الصيف وكده، بس قلت يعني عشان الحر مش هناكل بطاطا، لا احنا ان شاء الله مش هنشغل الفرن ولا هنسخن الشقه، بس هنعملها بطريقه تانية على عين البوتاجاز من بره. حاجه كده في التوفير، وما بتاخدش وقت، وبتبقى تحفه بصراحه وجميله جدا، وكهرمان كده زبده. خلصنا هنا كده رص البطاطا. هنحط عليها هنا 3 معالق سكر، وكوبايتين من الميه. الطريقة دي جميلة جدا، وبتخلي البطاطا مزبدة بصراحة، وجميلة جدا، عاملة زي العجمية كده ما شاء الله عليها. هنحطها دلوقتي على نار هادية، مش هنعلي عليها البوتاجاز قوي. بصوا هنا بدأت تغلي، الله اكبر عليها ما شاء الله. بصوا لونها بقى عامل ازاي لما اتحطت على النار، كهرمان صفرة وجميلة، وعاملة ازاي بدون اي ملون ولا اي لون ولا اي حاجة. هي كده خلاص بدأت تستوي. هنطفي عليها بقى النار ونسيبها تتهوى شوية، لانها بصراحة سايحة جدا، يا دوبك بس بحركها كده بالمعلقه بالعافيه. ما شاء الله يا حبايبي عامله ازاي ولونها جميل ازاي. شويه السكر اللي احنا بنحطها عليهم دول بيدوها طعم جميل جدا، وبيخلوها مسكره. بصوا زبده جميله ما شاء الله عليها. خدت حوالي ربع ساعه على البوتاجاز، ما خدتش كتير، ولا علينا عليها في الفرن ولا اي حاجه، ولا حررنا الشقه. وطريقتها جميله جدا ومفيده قوي بصراحه. لو عندك اطفال صغيره بتعملي لها، بتهرسيها كده وبتاكلها لها بالمعلقه، بتبقى جميله جدا. بصوا قلبها عامل ازاي ما شاء الله عليها، سايحه مش مستحمله. والله جميله جدا وريحتها تحفه، وبتكون مكرمله كده، وبتبقى جميله جدا، وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت، وحاجه اقتصاديه ومغذيه وجميله جدا. هنا هنبدا نطلعها بقى من الحله كده بعد ما تهوت شويه. بصوا عامله ازاي ما شاء الله عليها، مش مستحمله. بتغرزي صابعك فيها كده، سايحه جدا وجميله. هي اما بتحطيها على عين البوتاجاز، والله بتوفري غاز وبتوفري وقت، والجو حر وانت عايزه تاكليها ونفسك فيها، مش هتعمليها؟ لا هنعملها طبعا، وبأقل امكانيات اقتصاديه من كله بصراحه. بصوا يا جماعه، هنا ورقه الزبده بقى فايدتها ان هي ما تلسعش في قاع الحله، ولا تتحرق، ولا طعمها يتغير، ولا اي حاجه، لحد اخر واحده ما شاء الله محفوظه فيها كده، ولا مهريه ولا حاجه. وهنا بقى اللي بيحبها مشويه، نقسم الواحده 2 كده علشان ما تبقاش كبيره، ونحطها هنا في جريل، ونحاول ان احنا نقلبها على الناحيتين كده، نديها صدمه كده ما شاء الله عليها. ولو عايزاها بقى طعم الفحم فيها، ممكن تعملي لها فحمية على البوتاجاز، وتحطيها في قلبها كده في ورق فويل، وتغطيها بغطا بعد ما تخلصي، بتاخد طعم الفحم كأنها مشوية على الفحم بالظبط. بصوا يا حبايبي بتتهري والله ما شاء الله، مش عارفة اقلبها، خايفة تتكسر مني. ولونها عامل ازاي، روعة. اللهم صل على النبي، عليها حكاية حكاية والله، جميلة جدا. جربوها بالطريقة بتاعتي ديت، هتعجبكم جدا، احسن من المشوية في الفرن، وبتاخد وقت، وبتخلي الشقة نار من تشغيل الفرن في الحر ده.
بصوا عليها عامله ازاي بعد ما طلعت من الفرن، تحفه. يا ريت لو شاف الفيديو وعجبه يعمل لي اشتراك في القناه ويعمل لي لايك للفيديو. وان شاء الله يا حبايب قلبي اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. ما تنسوش بقى التعليقات بتاعتكم، احلى بقى اشتراك منكم حبايب قلبي. فعلوا لي زر الجرس كده عشان الفيديو يوصل للمشتركين كلها ويستفاد منه ان شاء الله. اشوفكم على خير يا حبايب قلبي. احلى بطاطا ممكن تدوقيها وممكن تعمليها، وفي ربع ساعة مش هتاخد وقت خالص. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، ومع السلامة حبايب قلبي.